في عمايل المحشي ملناش مثيل، والنتيجة خير الدليل، وهقولك على كل الأسرار والتفاصيل. مش هبخل عليكم أكيد، هتعملي أحلى محشي معايا. وخصوصا لو كنت لسه مبتدئة هقولك مقدار السوائل اللي تخليه يطلع معاكي مفلفل. سمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صينية على النار، نزلت بشوية زيت كده يكونوا حلوين معايا. هنا بصلتين يكونوا وسط لنص كيلو رز. هبدأ أديهم كده تشويحة حلوة على النار لغاية ما يوصلوا معايا للون الذهبي الفاتح. اهم حاجه عندي في المحشي التسبيكه بتاعته، علشان البصله ما تتحرقش معاكي او واحده تاخد لون واحده لا، مع التقليب المستمر زي ما انتم شايفين معايا. الثوم المفروم نزلت بيه بعد ما نزلت بالبصل ب3 ثواني كده، زي ما انتم شايفين بتوصلي للدرجه اللي انتم شايفينها دي، اللون الذهبي الفاتح. ما تغمقيش البصل عشان ما يمررش معاكي. اول الاسرار عيدان من الكزبره، حاجات بسيطه، مع معلقه كزبره ناشفه وشوحيهم مع قرنين فلفل اخضر مع الفلفل الاسود والسبع بهارات، وادي تشويحه ثانيتين للبهارات مع ربع معلقه كمون. ما تزوديش زياده عن اللزوم في الكمون عشان بيمرر برده الاكل. طماطمايه مقطعاها مكعبات ومتخلصه من القشر، بتعزز معاكي طعم التسبيكه قوي. نزلت بحاجه بسيطه من هريسه الشطه، دي اختياريه. هنا معايا نص كوبايه من عصير الطماطم. برفع الطماطم على النار يغلوا 10 دقائق مع كوبايه ميه، وبعد كده بتضربيهم وتصفيهم يبقى ده القوام. ظبطي الملح بتاعك. كوبايه الرز منها نص كوبايه من عصير الطماطم، بس عصير الطماطم المركز اللي انا قلت لكم عليه، غير اللي انت بتضربيها في شفشق الخلاط دي من غير ما ترفعيها على النار، لا مش دي. طماطم. الرز غسلاه كويس وسبته يتصفى تماما. مهم عندي جدا تصفي الرز. زي ما شفتوا معايا كنت حاطاه في مصفى، بنزل بيه بطفي على طول النار واديله كده تشويحه خفيفه. هنا بقى من الاسرار المهمه عندي اللي هتفرق معاكي قوي في المحشي، كنت اخدت من البصل معلقه بصل كده وحطيت عليها شويه زيت وشويه من الفلفل الاسود. الخضره بتاعتي شبت وكزبره وبقدونس، الورق مش العيدان. وما تكتريش خضره زياده عن اللزوم قوي يعني، علشان خاطر ما يبقاش لون المحشي معاكي اخضر. يعني مثلا البوله برضو اللي استخدمت بيها الرز ربعها خضره ونصها عصير طماطم. هنا بقى الصينيه او الحله اللي هتسوي فيها شرايح بصل، شرايح طماطم، جزر، الحاجات دي بتطعم معاكي قوي المحشي. فلفل برضو مقطعاه شرايح، شويه من العيدان برضو بتاعت الخضره مش كتير، وشريحتين 2 من الليمون. بس تخلصي من البذر الموجود فيه وما تكتريش من الليمون، شريحتين 2 بس. سهل عليكي يوم المحشي ان انت تكوني سالقه الورق قبلها بيوم وحافظاه في الثلاجه زي كده. انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي انا سلقت فيه ورق الكرنب. سهل قوي، طريقتين اللي انت حابه فيهم تقدري تسلقيه بيها. هنا بقى المعلقه بتسهل برضو عليكي، بتقدري تخلي كل صباع زي التاني. يعني لو هتستخدمي نص معلقه يبقى في كل صباع هتحطي نص معلقه. هتستخدمي معلقه كامله بتسهل عليكم، مش بتبهدلي ايديكي، علشان ايديكي ما تبهدلش الصباع ويبقى كله رز كده من بره. ده مهم جدا ان الصباع ما يكونش عليه رز من بره، لان ده اللي بيخليه بيبقى يلزق معاكي ومش حلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هلفه كده داير ما يدور، طبعا الحجم اللي انت حباه. الورقه بتبقى عامله معايا زي الشريط، بتقطعي على قد ما انت حابه، مثلا تقطعي مثلا صبعين 3. الورقه زي ما احنا متفقين زي ما انت عاوزه. هنا بقى هخلص الكميه كده وهتشوفوا معايا دلوقتي كده بعد ما رصيته كده داير ما يدور. اهم حاجه كل واحده في وش التانيه كده، بس ما تضيقيش قوي علشان لما تنزلي بالسوائل اللي هتسوي بيها ما يبقاش ني معاكي. تسيبي مساحه ان الشوربه او الميه اللي هتنزلي بيها تتوزع في الصينيه كلها. هنا بقول لكم لو انت حابه الرصه دي سهله خالص، هترصي 4 بالعرض 4 بالطول وهكذا. ومن الجناب بنفس الطريقه، اخدت معاكي 3 اخدت 4 بالعكس كده. يعني طول عرض طول عرض، سهله خالص الطريقه دي. او لو حابه داير ما يدور كله براحتك مفيش مشاكل. خلصت كل الكميه سهله وبسيطه. بعد كده شويه ورق بقى فاضلين معاكي، حطي لي طبقه على الوش علشان خاطر لما بيبقبق كده معايا على النار ما يبقاش ورق يفتح منه او يخرج منه رز. هنا بقى المعلومه المهمه جدا وخصوصا للبنات المبتدئين. مثلا انت هتستخدمي كوبايه زي كده رز زي انا ما استخدمت، هتنقصي منها شويه من الميه او الشوربه زي ما انتم شايفين معايا. ليه بقى؟ التسبيكه دي هتساعدك في تسويه الرز كمان. ما تحطيش كوبايه رز قصاد منها شوربه، لا قللي شويه. نزلت بقى بحاجه بسيطه من القرفه، وظبطي الملح بتاعك. القرفه بقى وادعي لي بس حاجات بسيطه. ظبطي الملح واعملي حساب الشوربه. لو هتسوي شوربه الشوربه بيبقى فيها بهارات وملح وكده. ارفعيها بقى على نار عاليه 10 دقايق وهتكون اتشربت معاكي. هنا بحاول اوريكم ان الشوربه مش مغطيه المحشي معايا ولا حاجه، بس هيستوي صدقيني. لو نزلت بنفس الكوبايه مقدارها رز ومقدارها ميه هيطلع معجن معاكي. بحط الطبق ده ليه بقى؟ طبعا حبايبي اللي بيسووا المحشي اول ما بيبدا يغلي كده معايا بيبقبق وبيبدا ممكن تفتح واحده او حاجه تخرج رز كده بسيط، لا انا كده ضمنت ان مفيش اي حاجه. بعد ما يتشرب هشيل الطبق ده. هنا بصوا هوريكم كمان، انا متعوده على الموضوع ده طول عمري، بشوف والدتي بتحط الطبق فوق المحشي، فعلشان كده انا بحطه.
هنا ما شاء الله، وزي ما قلت لكم مش بتبقي يعني مضيقاه قوي كده المحشي ومزنقاه زياده عن اللزوم علشان يستوي معاكي، ولا هو برده مفرغ قوي زي ما انتم شايفين معايا. الشربوا 100 100. خلاص بقى هنزل بمعلقه سمنه وتوزعيها عليها، هيديكي طعم كمان حلو، وغير كده هيبقى مفلفل. ابدأي بقى هدي عليه النار خالص علشان ما يتحرقش معاكي، وسيبيه كده لغايه ما يتلبن. زي ما احنا عارفين المحشي بياخد تسويه شويه عن الرز العادي لما بنعمله. ان شاء الله هيطلع معاكي احلى محشي وتقدميه بالف هنا يا رب. شايفين كده حاجه تفتح النفس، وهبدا اقلبه معاكم. مش لازق ولا اي حاجه، وما شاء الله اللهم بارك. مش عاوزه اقول لكم ريحته وطعمه كان خطير. ان شاء الله هينول اعجابكم. شايفين بقى الخلطه اللي انا كنت حطاها دي بيبقى طعمها مميز قوي. لايك وشير بقى يا حلوين علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وهنا كمان بعد ما اكلت حاولت ان انا كمان اوريكم شويه علشان تشوفوا قد ايه الصباع بصباعه كده ما عليهوش رز من بره. وبالمناسبه لو هتعملي كميه كتيره يفضل تنزلي بالشوربه او الميه تكون مغليه تسرع معاكي عمليه التسويه، بس عشان الكميه دي كانت بسيطه فعادي رفعتها على النار مفيش مشاكل. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. كنت معاكم فاتن الجندي، مع السلامه.